السلام عليكم حبايب الاهلاويه في كل الدنيا، وحشتوني. آه تعادل طبعا مع اكتر فريق انا بكرهه في مصر. طبعا بالنسبه لي تعادل محزن ومخيب للامال، بصرف النظر عن ان انا كنت معجب باداء الفرقه فنيا. بس عندي ملاحظتين مهمين جدا، واحده في صالح كولر وواحده مش في صالح كولر. بصراحه كولر بيضيع وقت كتير قوي من المباراه قبل ما بندخل في المباراه. في الشوط الاول كنا ممكن نبتدي بعبد القادر مكان سافيو، وكنا ممكن نكون اكتر فاعليه. عبد القادر لما بينزل بديل برضه ما بيبقاش عبال ما بيدخل في المباراه، بياخد وقت كبير جدا، غير لما بيبتدي اساسي من اول المباراه. بيكون لعيب مؤثر جدا، وثنائياته مع علي معلول بتفرق معانا بشكل كبير. كولر الحاجه السلبيه بالنسبه له ان هو بيضيع وقت كتير جدا في بدايه المباراه علشان يقدر يدخل في المباراه. اللي احنا عملناه في الشوط الثاني كنا ممكن نعمله من اول المباراه. وكان سهل جدا ان احنا نكسب المباراه، وصدقوني بسكور كنا ممكن نكسب واحد واثنين وثلاثه، بصرف النظر عن الفرصتين ثلاثه اللي راحوا علينا، اللي بصراحه الشناوي زي ما بنتقده حابب ان انا اقول النهارده كلمتين في حقه. النهارده بصراحه كان اسد في الكوره بتاعت بالتحديد اللي في الشوط الاول بتاعت جريندو. الكوره دي يعني في اي حارس تاني هدف، بكل امانه في اي حارس تاني هدف. انقذها ببراعه بصراحه. بس بصراحه المباراه كانت سهله جدا، واللي ياكد على سهوله المباراه الفرصه اللي راح بيها حسين الشحات وقفشه. انا مش متخيل لحد دلوقتي ان الفرصه دي ضاعت من لعيبه بيلعبوا في الاهلي من كواليتي ليفل 1. يعني انت بتتكلم في انت بتلعب في الاهلي، خلاص انت ليفل واحد، انت الليفل رقم واحد. فرصه سهله زي دي كده بتبقى حاجه بالنسبه لك يعني كانك بتلعبها في التمرين. بصراحه مش متخيل لحد دلوقتي ان الفرصه دي راحت، وده بياكد ان المباراه كانت سهله وكانت تخلص باكتر من هدف. ده عتابي على كولر خد وقت كبير جدا عبال ما دخل في المباراه. كنا ممكن نبتدي بشادي حسين لان شريف بصراحه ما عادش ليه دور في الفرقه نهائيا، وكنا ممكن نبتدي مكان سافيو بعبد القادر، كان هيكون ليه فاعليه، وثنائياته مع علي معلول بتكون قويه جدا وبتاثر على شكل الفرقه بشكل كبير. ده عتابي على كولر. الحاجه المميزه في كولر بصراحه ان هو من حقه، يعني انا بشوف وبديله الاعذار ان هو من حقه ما يعجبش بالفراوده عندنا اللي موجوده حاليا. بصرف النظر عن إن حسام حسن، في ناس هتقول لي راح سجل في سموحه ده ما اخدش فرصه عندنا. بصرف النظر لا، هو بياخد فرصه، الراجل اكيد بيشوفه في التمرين، الراجل اكيد عارف امكانياته. لو شايف ان هو كان يستحق ان هو يكون متواجد ويكون مهاجم للنادي الاهلي. الراجل عايز مهاجم يروح له 5 كور يسجل منهم 4، وده حقه لان ده ليفل الوحش زي ما قلنا. انت بتلعب في الاهلي، احسن نادي في افريقيا، احسن نادي في الوطن العربي، احسن نادي بيمثل الكره المصريه في كل مكان. فبصراحه انا معاه في حته ان هو مش معجب بالفراوده. عندنا شادي حسين نزل ضيع اكتر من فرصه. محمد شريف ما عادش ليه دور في الفرقه بشكل كبير. يعني محمد شريف بصراحه يعني مستواه عليه 20 مليون علامه استفهام. حسام حسن مشي زي ما قلنا، فالراجل فعلا محتاج فرود، من حقه فعلا ان هو يجيب فرود واثنين اجانب، لان بصراحه ما عندناش فراوده في مصر تقدر تنفذ اللي الراجل ده عايز يعمله. الراجل فنيا المباراه كانت ماشيه بشكل جميل جدا خاصه في الشوط الثاني. بس انا اعتبر عليه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الراجل دوت كان محتاج ان هو، او محتاج في كل المباريات عامه، ان هو يبتدي المباراه انت الاهلي. يعني انت الاهلي، انت تبتدي المباراه زي ما عملت في الشوط الثاني كده، ضغط عالي، استخلاص للكره بسرعه، الكره الثانيه كلها تبقى بتاعتنا. هنكسب كل الفرق باسكور صدقني. عندنا مباريات صعبه المباريات الجايه، مش عايز اضغط على الفرقه وعلى كولر بشكل كبير. بصراحه مش متفاهم الاعتراض على الحكم في نهايه المباراه. الحكم النهارده عجبني، كان عامل مباراه كويسه بصراحه، ما فيش حاجه عدت عليه، يعني ما فيش حاجه لها تاثير على نتيجه المباراه انا من وجهه نظري. طبعا اتمنى اشوف وجهه نظركم في التعليقات. بالتحديد على كولر. يعني كولر انا بشوفه ان هو فنيا عنده كتير جدا والله، وهيبقى مدرب كبير جدا في النادي الاهلي. بس ان شاء الله يعني نشوف الفراوده الجديده اللي جايه، وان شاء الله هيفرقوا مع الفرقه بشكل كبير. واتمنى ان الصفقه بتاعت موريال تخلص، لان فيرود بصراحه انا اتفرجت على فيديوهات ليه كتير، ونزلت لكم على القناه فيديو ليه. اتمنى ان انا اشوفه قريب في النادي الاهلي، لان فعلا محتاجينه، الراجل ده محتاجه. بس انا اعتبي عليه. لا احنا نبتدي بعبد القادر مكان سافيو. بصراحه سافيو لحد الان ما اقنعش، واخد فرصه كبيره جدا، تقريبا اخد كل المباريات من يوم ما وصل للاهلي اساسي. فانا شايفه ما اقنعش، اخد فرصه كبيره. لو اخدها عبد القادر
بصراحه عبد القادر بقى مفيش لا غنى عنه، لا غنى عنه مع معلول، بيعمل ثنائيات هايله جدا. طبعا يعني ماشي تعادل، نقطتين ضاعوا، الدوري هيضيع في نقط كتير، لسه الدوري طويل. بس كل اللي انا اقصده ان النهارده الفرقه فنيا وصلت، عملنا فرص كتير جدا، عندنا رعونه غريبه الشكل في تضييع الفرص في النادي الاهلي. طبعا توقعت ان كره حمدي فتحي الاخرانيه دي ان هي تكون هدف من الضربه الحره المباشره اللي عملها معلول في اخر دقيقه، وان احنا ان شاء الله نسجل الهدف في اخر دقيقه كالعاده، ملوك البلاس 90. بس طبعا ما كانش فيها توفيق، حمدي فتحي يعني ما ركبش الكره بشكل كويس. عتابي على كولر في المباراه التعادل، النقطتين مش همني قوي، لان الدوري طويل والفرق كلها هتضيع، وزي ما احنا ضيعنا الخصم ضيع امبارح. يعني الدوري هيبقى صعب بشكل كبير السنه دي، بس ان شاء الله بامر الله الاهلي النهارده السنه دي انا متاكد ان الدوري في الجزيره. بس انا كنت حابب ان انا اكسب الفرقه دي بصراحه، لان الفرقه دي بصراحه انا يعني من وقت ما جمهورنا مات في بورسعيد وانا بصراحه مش الفرقه دي بكرهها بشكل كبير، بكرهها بشكل كبير، محدش يعتب عليا ولا يلومني. طبعا حسام حسن طبعا عمل مباراه دفاعيه ممتازه في الشوط الثاني، حاول طبعا يبغت الاهلي بكام هجمه مرتده، بس الحمد لله النهارده تالق الشناوي بصراحه كان مبدع. يعني ملخص الفيديو وملخص المباراه كلها، كولر لازم نبتدي المباراه بدري شويه، لازم نبتدي المباراه بدري شويه ونبتدي الضغط العالي والاستخلاص، وتبقى الكره الثانيه بتاعتنا من اول المباراه، هنقدر نسجل اهداف كتير وهنكسب كل المباريات بسكور. بنضيع كتير، بس لما تروح اكتر هتسجل من اللي بتضيعه. يعني اللي انا اقصده في لغه الكوره، انت بتروح بثلاثه بتضيع الثلاثه، لو رحت بسته هتسجل على الاقل 2 من السته، في ظل ان المهاجمين يعني اللي عندهم عقم تهديفي حاليا زي شادي حسين او محمد شريف او قفشه او حسين الشحات او سافيو. بصراحه بشوف ان عبد القادر لو بدا من اول المباراه وراح لواحده من الفرص اللي راحت للعيبه النادي الاهلي كان سجلها، على الرغم ان هو راح لواحده طبعا كانت سهله جدا وجاد تالق فيها. وطبعا كالعاده جاد بسام حراس مصر كلها بتبقى نوير قدام النادي الاهلي. يعني عندي زي ما قلت ملخص في الفيديو، عتاب على كولر ان هو نبتدي المباراه بدري شويه، من اول دقيقه نلعب ضغط عالي والكره الثانيه تبقى بتاعتنا، هنسجل صدقني. بنخلق فرص، بس بنخلق 6، ممكن نخلق 10 وممكن نخلق 15، نسجل منهم 3 أو 4، صدقني هنكسب كل الفرق بسكور عالي لو بدانا بضغط عالي من اول المباراه وبدانا المباراه بدري. انا رايي سافيو اخذ فرصه كبيره جدا، اتمنى ان عبد القادر هو اللي يبدا المباريات اللي جايه كلها. محتاجين ان الثنائيه بتاعت عبد القادر وعلي معلول بصراحه بتفكك اي دفاع، وبتكون صعبه جدا على اي باك يمين هيلعب ضدهم. الثنائيه بتاعت حسين الشحات ومحمد هاني انا شايفها مميزه بقى لها كام مباراه، النهارده ما كانتش منتجه، بس يعني انا عندي يعني الراجل يصبر عليهم. ثنائيه ممتازه جدا، حسين الشحات عامل مباريات هايله بقى له 5 مباريات، نفس الكلام محمد هاني، الفرقه كلها جيده، وانا بشوف ان مستوى الفرقه فنيا في تطور، بس ان شاء الله هيجي فرود يعوضنا عن المشاكل اللي موجوده في الفرقه ويبدا يسجل لنا الفرص اللي احنا بنصنعها، لان احنا بنصنع كتير وما بنسجلش، لان عندنا عقم هجومي زي ما انا قلت، عندنا المدافعين بتوعنا بصراحه عندهم عقم تهديفي غريب الشكل. ده كان عتاب على كولر ان هو يبتدي المباراه بدري. اما عدم اقتناعه بالمهاجمين اللي موجودين في الاهلي ده انا معاه قلبا وقالبا بصراحه، المهاجمين اللي في الاهلي فعلا محتاجين الاثنين المهاجمين الاجانب، وصل واحد تونسي، وان شاء الله اتمنى ان صفقه موريال تخلص، لانه لعيب زي ما بيقولوا كده هيبقى فذ في النادي الاهلي، وان شاء الله المباراه اللي جايه نقدر نعوض ونقدر نسجل كتير ونقدر نكسب المباراه، وان شاء الله الدوري في الجزيره. انا مطمن من الموضوع دوت بامر الله، الفرقه حلوه وبتصنع فرص كتير، وفنيا احنا بنوصل للجون كتير، وعندنا لعيبه مميزه، وجاي لنا كمان لعيبه اميز. ان شاء الله الفرقه هتكون في مستوى عالي، وهنكون من نصر لنصر، والدوري هيكون في الجزيره. وهارد لك على التعادل النهارده. جمهور الاهلي ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الكوره مع ابو علي. هتوحشوني، سلام.